في ممثلين بيكونوا شاطرين قوي، بس الممثلين دول بقى لما بييجوا يقدموا افلام كوميديه بيكون دمهم مش خفيف خالص. وعلى فكره دي حاجه ما تقللش منهم فنيا ابدا، عشان نكون كده احنا متفقين من اول الحلقه اللي احنا هنتكلمه النهارده ده ما يقللش من اي حد فنيا. هم بس لما بييجوا يقدموا اعمال كوميديه بيكون دمهم مش خفيف، على عكس اعمالهم التانيه اللي بتكون بعيده عن الكوميديا شويه، بيكونوا هم ممثلين شاطرين جدا وجيدين جدا. واول ممثل في الممثلين دول هو الممثل احمد فتحي. هو يمكن يكون من الممثلين الشاطرين جدا اللي لو موجود في اي عمل هو بيكون اضافه للعمل ده، زي دوره في مسلسل حالة عشق. الدور ده ما كانش دور كوميدي، بس احمد فتحي قدر يعمل الدور بطريقه مميزه ومختلفه ويلعبه من حته تانية محدش لعبها منه قبل كده. ولكن احمد فتحي في الاعمال الكوميديه مش بقوه اعماله في الادوار الغير كوميديه، يعني هو لو ركز شويه على ان هو يلعب حاجات تراجيديه الفتره الجايه دي هيكون ممثل عظيم، ده على الرغم من ان هو تصنيفه ككوميديان. الممثل التاني معانا النهارده هو ابو بكر عزت. ابو بكر عزت هو كان بيعمل ادوار كوميديه للاسف الشديد، ولكن هو كفنان هو قدم ادوار مهمه كتير جدا في مسيرته الفنيه، دي مفيش اختلاف عليها. زي مثلا دوره في ضد الحكومه مع احمد زكي، وده دور غير كوميدي وقدر يقدمه بشكل كويس. اما بقى ادواره الكوميديه التانيه فهي ما كانتش ادوار كويسه، هو مميز اكتر في حتة الشر وفي حتة التراجيديا. تالت ممثل معانا ممكن ناس كتير تتصدم بيه وهو محمد عوض. فعلا محمد عوض ما كانش دمه خفيف في الكوميديا، ودي طبعا حاجة ما تقللش من قيمته الفنية ابدا، بالعكس لا. ولكن تعال نتكلم بالراحه شويه. محمد عوض بالتاكيد ليه رصيد كبير جدا خاصه في الافلام الكوميديه والمسرحيات الكوميديه اللي كان بيعملها، ومحمد عوض عمل اعمال فنيه كويسه جدا من الناحيه الفنيه وجيده، ما نقدرش نختلف على دوت. ولكن الاعمال الكوميديه اللي كان بيعملها محمد عوض كانت بتفتقد للكوميديا فعلا. ليه؟ لان محمد عوض ما قدرش يقدم الافلام دي بطريقه دمها خفيف. انا بصراحه عن نفسي ما بقدرش استقبل الافلام دي او اتفرج عليها مثلا، ولكن عشان نبقى قلنا الحق برضو في افلام الستينات مع حسن يوسف ومع سعاد حسني هو قدم افلام ماشي نقدر نقول ان هي كوميديه بمساعده الممثلين التانيين. ويمكن يكون افضل اعمال محمد عوض الكوميديه على الاطلاق هو فيلم اخواته البنات. بس كده الفيلم كان حلو جدا، وحيد سيف وخيريه احمد قدروا ان هم يضيفوا للفيلم ده بهجه ونوع حلو من الكوميديا. ولكن بعد كده محمد عوض بصراحه ما قدمش حاجه كوميديه اللي هي تخليك تفصل ضحك. الرابع ممثل معانا هو علي ربيع. علي ربيع هو دمه خفيف، احنا مش بنتكلم في دي، ولكن في فترة مسرح مصر بس. اما بعد كده بقى طريقة تقديمه للاعمال الكوميدية سواء في المسلسلات او في الافلام ما كانتش دمها خفيف قوي، او يمكن النص ما كانش بيخدمه في كتير من الاحيان، اللي هو انت بتتفرج على فيلم فاضي فعلا بيعتمد على افيهات جديده بتنتهي. يعني لما الترند بتاع الافيهات دي بيقع انت خلاص مستحيل تضحك من العمل ده تاني. ليه؟ لان المسلسلات دي فعلا فيها نوع من الاستسهال جامد جدا، والافلام برضه، فبالتالي لما بيكون في استسهال العمل بيطلع عمل غير جيد. والممثل الاخير معانا هو محمد نجم. وهنا احنا بنتكلم على المسرح، لان محمد نجم تاريخه كله اللي عمله هو في المسرح، ما عملش الا مولد يا دنيا تقريبا بس في السينما وفيلم تاني وخلاص كده، ما عملش اي افلام تانية في السينما، هو بس محمد نجم يعني مسرح. بنلاقي ان مسرحية عش المجانين هي مسرحية كوميدية جدا، ولكن ده بمساعدة العناصر اللي فيها. وهنا بنتكلم عن الحوار اللي كان كوميدي، وبرضو الفنان حسن عابدين اللي كان من أسباب نجاح المسرحية دي. ولكن بعد مسرحية عش المجانين بقى محمد نجم قدم مسرحيات فيها الكويس والكوميدي وفيها اللي كان دون المستوى، وكان محمد نجم دمه مش خفيف في أغلب المسرحيات دي. وهنا يمكن يكون لسبب اختيار الرواية اللي ما كانتش مكتوبة بطريقة كوميدية كويسة، أو يمكن يكون بسبب وقوع محمد نجم في كتير من الأحيان في فخ النمطية والتكرار. ودول كانوا 5 فنانين اتكلمنا عنهم النهاردة، هم كوميديانات ولكن دمهم مش خفيف. يمكن دمهم مش خفيف بسبب ان النص ما بيخدمهمش في كتير من الأحيان، او يمكن يكون هم بدأوا يستسهلوا بعض النجومية، او يمكن كمان يكون عندهم حاجة تانية غير الكوميديا ولكن هم مركزين على حاجة واحدة بس. ودي في كتير من الأحيان ما بتكونش حاجة كويسة للمسلسل، انك انت تركز على نمط واحد بس وتمشي عليه طول عمرك. طبعا شفنا الأستاذ الكبير الزعيم عادل إمام طبعا كان بيغير من فترة للتانية، ما كانش تصنيفه كوميدي بس، مع انه كان ممكن يفضل ان هو تصنيفه ممثل كوميدي بس، لا كان بيروح يعمل حاجات تراجيدية ويرجع تاني للكوميديا لما يلاقي ورق كويس ويضحك.
خصوصا ان الافلام الكوميدية كتابتها بتكون اصعب مما يكون ومما تتخيل. انك انت تضحك حد دي حاجة صعبة جدا. اكتب لنا تحت في الكومنتات بقى وقول لنا انت شايف مين من الممثلين الكوميديانات هو كوميديان ولكن دمه مش خفيف. ولو وصلت لحد هنا وعجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك للحلقة ديت وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد اول باول. وبس كده، سلام.